يلا، مين اللي عايز يعمل طاجن زي ده كده؟ بصوا الجمال. بصوا بصوا. واو. يلا خشوا بسرعة اتفرجوا على الفيديو وانتوا تعملوا احلى طاجن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة. النهاردة هعمل بطاطا في الفرن. معايا كيلو بطاطا زي ما انتوا شايفين. هنحط عليهم معلقتين سكر حسب ما انتوا. معانا اقل من نص كوباية مية. بس كده هنحطها على الفرن، قصدي هنحطها على البوتاجاز وارجع لكم. كده بعد ما خلصنا البطاطا اهي، نحط عليها ايه؟ معلقه زبده وهي سخنه، هتسيح مع الزبده واحنا بنهرسها. هتسيح مع الزبده، هتسيح كده. بصوا بصوا، خلصنا وساحت. نحط بقى جوز هند عشان تبقى احلى بطاطا ايه في الفرن. جوز هند وزبيب، ونقلب كله مع بعضه. كله كده قلبنا كله جوز هند. نحط بقى ايه؟ كوبايه لبن عشان تبقى احلى ايه بطاطا. نقلبها كلها مع بعض، نقلب نقلب. بصوا نجهز بقى ايه مع بعض ايه الطواجن. كده انا حضرت الطواجن وعملتها بس ايه بمسحه ايه زبده. بس كده الطاجن التاني هكمل وارجع لكم. كده زي ما انتوا شايفين حطيت ايه الطواجن. نحط بقى زبده من على الوش كده. نحط على التاني برضو كده. بقى جاهز اللي احنا ندخله الفرن. يلا بينا. وخلصنا طاجن البطاطا. بصوا الجمال. يا رب تجربوا الطريقة دي، سهلة وبسيطة واي حد ممكن يعملها. متنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا لايك وتفعلوا زر الجرس، وتجربوا ايه احلى طاجن ايه بطاطا ده ولا ايه. يلا سلام عليكم.